هو صدق التصميم بفلوس لو لا؟ واحد من أكثر مجالات التصميم دخلاً هو الموشن جرافيك. الموشن جرافيك ينقسم إلى نوعين. النوع الأول هو تصميم سوشيال ميديا عادي، لكن يتحرك بطريقة معينة مع بعض العناصر والمؤثرات الصوتية والموسيقى. أما النوع الثاني من الموشن جرافيك هو عبارة عن رسوم أنت ترسمها أو شخص يرسمها عنك وتحركها بطريقة معينة مع بعض المؤثرات الصوتية، لكن ينضاف التعليق الصوتي إلها. والموشن جرافيك عموما متعب وطويل، وطبعا هذا الشيء يخلي اكثر مجالات التصميم دخلا، لان السعر يتحدد على عدد الثواني مو على عدد التصاميم. ثاني اكثر مجالات تصميم الجرافيك دخلا هو الهويات البصريه والشعارات. طبعا هذا المجال واسع كلش ويحتاج دراسه وفهم وفقط تعلم برامج. وتصميم الهويات البصريه بكل بساطه هو تصميم الجانب البصري من العلامة التجارية، من اختيار ألوان وخطوط وتصميم شعار ورموز لتكوين هوية بصرية معينة. ثالث مجال من تصميم الجرافيك هو تصميم السوشيال ميديا، واللي أصبح مطلوب بكثرة لدى أصحاب المتاجر والكوفيات والمطاعم بسبب سهولة وصوله واستهدافه للفئات المعينة من العملاء أو لجذب الانتباه وزيادة التفاعل. وبالأخير أحب أقول لك شغلة، إذا طاب مجال التصميم عن مود الفلوس فما راح تنجح. مرحلة التعلم ومرحلة التنفيذ والتسوق لنفسك وجذب العملاء مرحلة كلش طويلة ومجهدة وتاخذ وقت، فالموضوع مو سهل. وبس والله، كان وياكم عبد الملك جاسم، واشوفكم بفيديو جديد.